بسبوستي اللي دارت ضجة في العائلة، ما كاينش اللي داقها عندي وما عاودش طلبها مني. فوائد صحية وقيمة غذائية عالية. أول حاجة نخلطوا النواشف ديالنا اللي هي عبارة على سميدة رقيقة، كوكو أي جوز الهند، سكر، قبيصة الملح، مع إضافة مزيج من الزرارة، ونخلطوا الكل مزيان ونخليو الكل على جنب. غادي ناخدو طنجرة فيها الياغورت الطبيعي اللي غادي نضيفو ليه الحليب، هنا عندي الزبدة، وندفيو الكل. من بعد غادي نضيفو خميرة رفيعة الطبيعية، جوج في واحد، خميرة ومحسن في نفس الوقت. ناخدو الكمية اللي محتاجينها ونخلطو الكل مزيان، ونضيفو الخليط ديالنا، النواشف اللي حضرناهم من قبل، ونخلطو الكل مزيان. بالنسبة للإضافة ديال الزرارع في البسبوسة، عطاها طعم ولا أروع. جربوها وردوا عليا الخبر. مع إضافة عصرة ديال الحامض، ونعاودو نخلطو الكل مزيان. نكبوها في مول مدهون بالزبدة ومرشوش بالسميدة، ونخليوها تقريبا 6 ديال الدقائق حتى تخمر لينا. عاد رشيشة خفيفة من اللوز إيفيلي، نطيبوها على درجة حرارة 180. وكيف طيب لينا وتاخد اللون اللي بغينا، نسينوها تبرد لينا ونقدموها لينا وبالصحة والراحة. وما تنسوش تجربوا وصفتي.